صباح الخير، يا رب كلكم تكونوا كويسين. رجعنا مع بعض بفيديو جديد ووصفة جديدة. النهاردة هنعمل نوع حلو مفضل لكتير مننا، وهنعمل مع بعض البانكيك بالشوكولاتة. أسهل وأسرع حلو، ممكن يتعمل في 10 دقايق، ما بياخدش مقادير كتير وبيكون جاهز في دقايق. من الحاجات اللي تقدروا تعملوها لو انتوا عايزين فطار كده متدلع، او تعملوا حاجة حلوة لأولادكم، او لو جالكم ضيوف فجأة وعايزين تعملوا حاجة حلوة من غير مجهود. بس قبل ما ابدا معاكم فيديو النهارده، لو انتوا اول مره تشوفوني انا فاتن عوض، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، ويلا بينا على الطريقه والمقادير. زي ما انتوا شايفين المقادير بسيطه جدا وقليله. هحتاج فانيلا وبيكنج باودر، معلقتين كبار من الكاكاو الخام، معلقتين كبار من السكر، بضايه، 3 معالق كبار من الزيت، كوبايه من اللبن، وكوبايه متشال منها معلقتين من الدقيق. مقاديري سهلة جدا وبسيطة ومتوفرة في كل بيت. هتعمل لكم كمية حلوة من البانكيك، هش وفلافي وطعمه خطير. هنبدأ طبعا أول حاجة مع بعض. في بولة هننزل بحبة البيض، عليها معلقتين كبار من السكر، وكمان رشة الفانيلا. بعد كده بالمضرب السلك اليدوي ببدأ بضربهم مع بعض كويس جدا لحد ما السكر يدوب ويختلط مع البيض، وكمان يبقى القوام كده فومي وهش، زي ما هتشوفوا فاتح بالشكل ده. كده خلاص عندي بقى جاهز. عليه بعد كده هنزل بالثلاث معالق كبار من الزيت، ممكن يكونوا كمان زبدة سايحة لو انتوا حابين. هخلطهم مع بعض لحد ما الزيت يندمج كويس معاهم. وعندي اخر حاجة كوباية الحليب، يكون برضو بدرجة حرارة الغرفة، وهقلبهم تقليبة خفيفة جدا مع بعض. كده خلاص عندي الخليط جاهز. هنزل عليه بكوباية إلا معلقة متشال منها معلقتين كبار من الدقيق المنخول طبعا، ومعلقتين كبار من الكاكاو الخام، ومعلقة صغيرة مليانة من البيكنج باودر، ورشة من الملح. هقلبهم مع بعض كويس جدا لحد ما يختلطوا مع السوائل، ويديني خليط بانكيك مش خفيف ومش تقيل، قوامه يكون مظبوط جدا. وده اللي هيديكم بانكيك هش وفلافي جدا وخفيف زي القطن. كده الخليط عندي خلاص بقى جاهز. تعالوا بقى نبدأ نسويه مع بعض. في طاسة سخنة مسحتها بمسحة خفيفة من الزيت أو الزبدة، وتقدروا تستخدموا أي كوب معياري أو أي معلقة، أي حاجة تسهل عليكم التشكيل. وبنبدأ بننزل بخليط البانكيك في الطاسة بالشكل ده، على حسب برضو الحجم اللي انتوا عايزينه، سواء عايزين تعملوا ميني بانكيكس أو كبير، أو على حسب برضو الحجم اللي انتوا حابينه. مجرد ما بيعمل فقاعات كده على الوش وبتظهر الفراغات دي، بعرف ان هو جاهز ان هو يتقلب على الناحية التانية. بنبدأ بنقلبه على الناحية التانية، بياخد تقريبا من دقيقة لدقيقتين على كل جنب، وبيبقى كده جاهز معانا. شايفين شكله اصلا عامل ازاي؟ خفيف جدا وهش، وطعمه تحفة. بنكمل باقي الكمية بنفس الطريقة، طريقة برضو طريقة سهلة جدا وبسيطة لحد ما بتخلصوا كل الكمية. وبعد كده بنبدأ بنقدمهم مع بعض. زي ما بقول لكم دايما في اي حلويات او اي وصفة احنا بنعملها، طريقة التقديم دي حاجة ترجع لكم. تقدروا تقدموه سادة، او مع سكر بودر، او مع فواكه، او مع صوص شوكولاتة، صوص كراميل، اي صوص انتوا تحبوه. ممكن كمان تعملوا ميني بانكيكس وتقدموا مع فواكه في اعياد الميلاد، او لاولادكم في الفطار، او كمان لللانش بوكس. وصفة من الوصفات السهلة اللي ما بتاخدش وقت جدا، وطعمها تحفة جدا جدا. اتمنى وصفتنا النهاردة تكون عجبتكم. اشوفكم بإذن الله على خير الفيديو الجاي والوصفة الجاية. كالعادة كنت معاكم انا فاتن عوض، والسلام عليكم.